السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. بصوا بقى يا حبايبي، الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هحضر معاكم سحور حلو كده ان شاء الله، واعمل لكم طرق كده مختلفه تعجبكم. وهنحضر كمان مع بعض الفطار. يعني بصوا الفيديو ده انا ايه ابتديت فيه في السحور بالليل، وكملته بقى ايه تاني يوم على الفطار. بصوا بقى يا حبايبي، اول حاجه كده هنحضر مع بعض السحور. دي الحاجات يعني اللي انا محتاجاها للسحور كلها. بحب اجيبها كده من التلاجة مره واحده واغسلها واقطع واحط في الاطباق واسوي بقى ايه مره واحده. البتنجانه دي انا هقشرها كده، انا هقليها. اقشرها يعني واقطعها دوريات كده، واقليها يعني، وهعمله ايه بتنجان مخلل. زي انا بصراحه بعمل بابا غنوج، قلت ايه اغير كده اعمل بتنجان مخلل، اعمله يعني جنب الطعميه بيكون حلو قوي. قطعت بقى البتنجان كده زي ما انتم شايفين حلقات كده. بس كده البتنجان معانا جاهز. انا هحضر كل حاجه عشان اروح على البوتاجاز اسوي كله مره واحده. بصوا دلوقتي هحضر بقى الحاجات بتاعه البيض. هعمل بيض على الطريقه التركيه، اسمه الماني مان. بجد طعمه تحفه تحفه، ريحته كده اكني بتعمله سجق، اكني بص مش بتعمله بيض خالص. بجد كان حلو قوي. احنا من ساعتها والله كل يوم نعمله. الفيديو ده انا مصوره بقاله 3 ايام او يومين، يومين او 3 ايام. مصوره امتى؟ اول بصوا النهارده ايه، النهارده التلات، مصوره تقريبا الحد. قطعت حبايبي البصل كده مكعبات صغيره زي ما انتوا شايفين، واقطع كمان فلفل حار. لو مش بتحبوا الحاجه سبايسي تقدروا تستغنوا عنه عادي. هو قرن واحد بس اللي حطيته كده. وهحط كمان بصوا حته صغيره كده فلفل الوان، خدت يعني ربعها نصها كده. هي فلفلايه صغيره خدت نصها، برضو اقطعها مكعبات صغيره كده زي ما انتوا شايفين. وهقطع بقى دلوقتي الطماطم. هي دي المكونات اللي هنعوزها للبيت. بجد جربوه طعمه تحفة. طبعا هو مشهور قوي في تركيا الماني مان، لو بنطقها صح يعني. قطعت بقى الطماطم كده حبيبي زي ما انتوا شايفين. هي طماطمية واحدة، انا كنت مطلعة طماطميتين، لقيت واحدة كبيرة يعني وحلوة فمرضتش اقطع التانية. بصوا الطماطم نقطعها ايه، نحاول نقطعها قد ما نقدر صغير كده خالص. بصوا شايفين بقطعها صغير ازاي عشان تستوي بسرعة يعني، وما تبقاش قطع كبيرة كده وانا بعمل البيض. كده يا حبيبي جهزت الخضار بتاع البيض كده. كده خلاص كله جاهز. كنت جايبة كمان طعمية بقى عجينة، هفضيها دلوقتي وهحط لها بيضة. آه وهحط لها شوية بيكنج باودر عشان تكون هشة كده، واحنا بنسويها ما تكونش مكتومة من جوه، بتبقى فلافي بقى وهشة كده من جوه حلو قوي. بصوا حوالي ربع معلقة او نص معلقة صغيرة بس، واضربهم بقى كلهم مع بعض. وكده خلاص الحاجات اللي هعملها على النار كلها جاهزة. اروح بقى اسوي كله مرة واحدة. دلوقتي انا حاطه طاسه الزيت اللي هقلي فيها، وحاطه الطاسه دي بقى اللي هعمل فيها البيض. هبتدي بقى انزل بالبتنجان كله كده مره واحده، واسيبه بقى لحد ما يحمر. وطاسه البيض دي حطيت فيها شويه زيت. الطاسه اللي اعمل فيها البيض حطيت فيها شويه زيت سخن. رحت حاطه البصل افضل اقلب فيه كده. انا مش يعني عايزاه يدبل، مش عايزاه ياخد لون احمر او حاجه، لا، انا عايزاه بس يدبل كده شويه. بصوا نفضل نقلب فيه كده عشان مش عايزينه ياخد لون. اول ما نلاقيه دبل كده نروح منزلين الفلفل، الفلفل الحار والفلفل الالوان، ونقلب. نقلبهم بس تقلبتين كده مع البصل. وبعدين نحط الطماطم ونقلب بقى ونوطي عليها، نسيبها لحد ما تتسبك الطماطم يعني تستوي. كان نفسي بقى تشموا الروايح، بجد ريحته كان تحفة. والله ريحته وانا باكله اكني باكل سجق. حطيت بقى يا حبيبي شويه ملح وشويه فلفل اسود، واقلب بس كده. اسيبه بقى لحد ما تتسبك كده، وبعدين نشوف بقى هنضيف ايه.
والبتنجان بقى برضو ما يستوي اطلعه واروح عامله الطعميه. كنت بحضر بقى الحاجات الجبنه يعني والحاجات اللي هحطها، وبحضر الاطباق عشان الاكل يخلص. انتوا عارفين البيت ده عشان بيتحط له جبنه موتزاريلا وكده لازم أن يكون سخن. والطعميه برضو بصراحه بحبها سخنه. بصوا حبايبي البتنجان يحمر كده من الجنب ده، ابتدي اقلبه على الجنب التاني عشان يحمر برضو. وهو عشان متقطع شرايح كده يعني هو ما بياخدش وقت في السوا، بيستوي على طول 10 دقايق ولا حاجه بتلاقوه استوى. خلاص كده دي كانت تعتبر السبيكة اهيت، الطماطم استوت. هحط لها بقى دلوقتي البيض، وهحط لها شويه جبنه موتزاريلا زي ما انتم شايفين كده. حطيت رشه جبنه موتزاريلا وحطيت بيضتين، هو عملت بيضتين بس عشان يخلصوا، لان طبعا كان في اكل كتير معاه فعملت بيضتين. بصوا بقى الجبنه الموتزاريلا بتمط وكان حلو قوي. شايفين الجبنه بتمط ازاي؟ هحط كمان شويه جبنه على الوش واسيبهم بقى لحد ما يسيح. حلوه، عجبت ابني قوي. من ساعتها كل يوم يقول لي اعملي لنا. صح يا حموجي؟ بالهنا والشفا. حطيت بقى على البيض جبنه موتزاريلا زي ما انتم شايفين كده، وهي دقيقتين بس الجبنه بتسيح وبنروح طافيين على طول. دلوقتي هعمل الطعميه بالمعلقه بقى كده، باخد بالمعلقه كده واروح حاطه في الطاسه. انا كنت جايبه ب5 جنيه بس عجينه الطعميه عملت معايا هي ست قراص طعميه كبار. البيض بقى كده استوى بقى شكله قمر. الطعميه كمان يا حبايبي احمرت. احنا الطعميه مش بنحبها حمرا قوي، انا بحب اصلا الطعميه تكون نص سوا. البيكنج باودر بقى كان مخلاها هشه من جوه وتحفه. بصوا بقى الاضاءه هنا بصراحه انا مش عارفه في ايه، يعني انت شفت البتنجان على البوتاجاز كان لونه جميل، بصوا جبته هنا بقى لونه غامق ازاي. ما بصور على الرخامه بحس الحاجه بتطلع غامقه قوي، مش عارفه ليه، عشان الاضاءه الورم الاصفر دي بقى ولا في ايه بالظبط. بصوا بقى يا حبيبي حطيت رق بتنجان وحطيت عليه الدقه وحطيت بقيه البتنجان ورحت نازله ببقيه الدقه. الدقه دي بقى عباره عن ايه؟ هو فص ثوم واحد بس وقرنين فلفل ندقهم مع بعض ونروح وشوية ملح ندقهم ونروح عصرين ليمونة عليهم بس كده. وممكن تحطوا نقطة خل بس، وتحطوها بقى على البتنجان وهو سخن. بصراحة بتبقى أحسن لما بيبرد. بس وكنت جايبة جبنة رومي بقى حطيتها، وكان عندي جبنة كده حطيتها جبنة بيضة. دي كانت لبنة اللي هي التركي. والطعمية طبعا اهي طلعتها. وهنا بقى نسيت ايه بقى؟ انا عماله وانا بحط الاكل عماله اقول انا ناسيه حاجه ناسيه حاجه، اقول لا ما كل حاجه موجود. ما اكتشفتش ان انا نسيت الا وانا بحط السحور خلاص. بحطه يعني على الطبليه اللي بناكل عليها وهناكل بقى. لقيتني بقى ناسيه ايه؟ الفول اللي هو اهم حاجه في السحور. انا نسيته خالص والله، افتكرتش لو بحط الاكل بس قلت خلاص بقى لسه هعمل الاكل هيبرد. بس حبيبي ده كده سحورنا وكده خلاص كنت خلصت وهنخش بقى نتسحر. اتمنى بقى ان السحور يكون عجبكم كده، وجربوا طريقة الماني مان دي وان شاء الله تعجبكم جدا. بصوا اي حبايبي دي كرومبا يعني كنت جايباها، كنت منزله لكم فيديو المحشي اللي نزلته لكم امبارح ده. كان فايض بقى طبق خلطة كبير، فرحت جايبه كرومبا وقلت ايه بعد السحور كده احنا قعدنا حشيناها يعني. بس ما صورتش، انا مصوركم قبل كده سلق الكرنب، وطبعا الخلطة صورتها معاكم كذا مرة. هي كانت عندي الخلطة سلقت الكرنبة ووضبتها يعني كده ورحت حشيها على طول بالليل، لاني بصحى متأخر مش هلحق اعمله يعني الصبح. بصوا حبيبي المحشي اهوت اللي كنت لفيته، واللحمة دي وريتها لكم كنت بقول لكم يعني ان انا هسلقها. كنت حاطه ميه على النار غليت ونزلت بيها باللحمه وشويه فلفل وكيس اجينو ووطيت عليها بقى. اما تستوي نحط لها الملح. دلوقتي بقى احط على المحشي كده شويه شطه، لان انا مش بحط في الخلطه، بحط على الوش. هحط ديت بابريكا يا حبايبي، حطيت حوالي معلقه كبيره كده بابريكا بتدي للمحشي الكرنب لون احمر كده حلو قوي. وهحط شويه شطه وهحط كيس اجينو بس كده.
هحط له بقى الشوربه بس شويه كده، يعني لما اللحمه تكون داخله على سوا هحط له الشوربه. الشوربه طبعا ما تكونش مغطياه للاخر، اخر صف في المحشي، يكون يعني ما مش معليهوش شوربه يعني. ونحط له بقى طبق كده من فوق ونغطيه ونحطه يستوي كده. انا خلاص جهزته، يعني ايه، احط له الشوربه واسويه بقى على طول. كنت بقى بلح كده برضو من بالليل. انا يعني قلت لكم كذا مره ان البلح بحب اعمله يعني من بالليل. هحط له بقى السكر كده واقلبه واحطه في التلاجة عشان يسقع. بصوا من بالليل بقى، يعني مش بالليل، بعد الفجر كده بيخرج بقى اللون بتاعه كده. البلح طبعا بيطرى وبينزل لونه، والقمر الدين بيدوب بقى وبيشوفين بقى لونه عامل ازاي. بيديله لون كده حلو قوي وطعم جميل. حطيته بقى في التلاجة وهعمل برتقان. ده برتقان اللي هو البلدي اللي بيتعمل عصير. قشرته طبعا وابتدي بقى ايه افتحه كده، ولو في اي بذر طلعه، لان البذر ده اللي بيخليه يمرر، فاي بذر كده شيله. ده كان كيلو برتقان. الكيلو بيعمل درق كبير، يعني الدرق ده كان معمول الا ربعه كده. انا بعمله ازاي بقى؟ بضرب البرتقان الاول بالميه كده من غير سكر ولا اي حاجه، وبعدين بصفيه مش بمصفى، بصفيه باللي هو اللي عامل زي المنخل بتاع الدقيق ده، بصفيه بيه. نصفيه كويس، وبعدين احط له شويه سكر كيس اللي هو التنج البرتقان ده، واضربه. بيكون طعمه بجد تحفه، بيكون حلو قوي. جربوه بالطريقة دي ان شاء الله يعجبكم جدا. وممكن كمان تعملوه بجزر، تضربوا البرتقانة عادي وتكونوا سالقين الجزر وتضربوه وتحطوهم على بعض، والسكر تضربوهم مع بعض يعني بالسكر. بس انا بصراحة بحب التاني احسن، اللي هو بالعصير التانج ده، بحسه خفيف كده ومنعش كده وحلو. بس كده قطعت البرتقان كله. ابتدي بقى ايه اضربه دلوقتي، اضربه واحط له السكر والعصير التانج واوريهولكم. معلش الفيشه بس الناحيه التانية، ما بعرفش اعمل عصير هنا. الفيشه اللي هنا دي واسعه، والفيشه بتقعد تقع منها كل شويه يعني بتدوخ. ضربته بقى يا حبايبي وعملته زي ما انتوا شايفينه كده. انا زودته كمان شويه ميه لاني حسيت ان هو تقيل قوي، فروحت مزوده شويه ميه تاني وقلبته وحطيته في التلاجة. كده الحمد لله العصاير خلصت. هبتدي بقى دلوقتي هعمل صينيه جلاش، اللي هو الجلاش البيتزا، الوش بتاعه وش بيتزا يعني. بصوا يا حبيبي، احط رقه جلاش وادهنه بالسمنه. دي سمنه بلدي على سمنه عاديه. احط كل رق جلاش كده. هي الجلاش دي يعني ايه، حسيت ان سمكه تخين شويه، لكن لو الجلاش اللي هو بيكون رقيق قوي حطوا رقين مع بعض، لكن لو سميك كده زي ده كفايه رق واحد بس. رق وتدهنه بالسمنه لحد ما تحطوا نص الكميه من تحت او اكتر شويه. يعني مثلا ايه، نص الكميه وحطوا ورقه مثلا زياده تاني او ورقتين. لقيته خلاص فاضل حوالي 5 ورقات كده، فروحت حاطه بقى العصاج الفراخ. ممكن تعملوه بعصاج فراخ او عصاج لحمه. حطيت عصاج الفراخ وابتدي افرده كده حلو، واكمل بقى بقيه الجلاش. هو قليل شويه لان انا كنت عامله الكياس على اساس الجلاش اللي بعمله اللي هو فطيره الجلاش. بس بصراحه نفسي راحت لده، فقلت ايه انوع يعني كده، لان الصينيه اللي بعمل فيها فطيره الجلاش صغيره، اللي هي الصينيه اللي بتتفتح ليها كليبس كده، بتتفتح من الجنب. اهو يا حبايبي احط راق كده وادهن سمنه لحد ما اخلص الكميه كلها. خلاص هما دول كده اخر رقين هنعمله بقى، وبعدين هنعمل له كده صوص تشريبه، وهنحط له بقى ايه الاضافات بتاعتنا اللي هنحطها على الوش. خلاص كده يا حبايبي، دي اخر رقه اهو حطيته ودهنته سمنه برضو. وكنت مقطعه بقى ايه فلفل الوان وفلفل حار وطماطم، وممكن كمان تحطوا زيتون.
بس انا بصراحه كانش عندي زيتون اسود. تحطوا مع الخلطه دي كده زيتون لو انتوا بتحبوه يعني. بس حطيت بقى الحاجات دي وابتدي اقطع الجلاش، نقطعه قبل ما ندخله الفرن عشان بيكون اسهل يعني كده. قطعوا بقى ايه الحجم اللي انتوا عايزينه. وبعدين هنحط له صوص التشريبه بقى. حطيت كوبايه لبن وعليها بيضه وعليها شويه ملح وفلفل اسود، وابتدي اشرب بيه الجلاش كده. واحط على الوش جبنه موتزاريلا، ولو عندكم كمان جبنه رومي حطوا، بتدي طعم تحفه. بس انا نسيب بصراحه الجبنه الموتزاريلا. حطيت بقى ايه جبنه موتزاريلا. طبعا انا كنت مشغله الفرن يسخن، حطيت على الشبكه اللي في النص، وكنت مشغله المروحه، عملته على درجه حراره 200. بصوا يا حبايبي، هعمل معاكم النهارده كنافه تحفه تحفه بجد، جربوها تعجبكم جدا. بصوا، هنعمل اول حاجه دي كنافه كانت في الفريزر، طبعا لازما اهم حاجه تكون في الفريزر عشان نفتفتها كده زي ما انتوا شايفين. نبتدي نكسرها بايدينا كده، عايزينها تكون ناعمه خالص عشان صينيه الكنافه تطلع معانا ناعمه كده وشكلها حلو. نبتدي بقى نفتفت الكنافه دي. بصوا يعني اقل من الربع بشويه، اقل من الربع كيلو بحاجه بسيطه، لان انا مش عامله صينيه اللي هي بتاخد كيس بسبوسه دي. لو هتعملوا طبعا صينيه اكبر كتروا. فتفت بقى الكنافه زي ما انتم شايفين بقت ناعمه خالص كده. حطيت لها معلقتين سكر بودره وابتدي اقلب. بصوا اقلبها كده كويس بالسكر بودره، وبعدين اضيف لها السمنه. اضيف بقى السمنه واقعد بقى ايه ادعكها حلو بالسمنه كده عشان الكنافه تشرب السمنه دي كلها. نفضل كده نفركها كده بايدينا حلوه قوي. السمنه كانت حوالي نص كوبايه، نص المج يعني اللي هو بتاع الشاي ده نصه كده. وطبعا الصينيه كنت دهنها سمنه كده من تحت حلو. وابتدي بقى احط الكنافه وادوس عليها بايدي كده عشان تطلع متساويه وناعمه كده وشكلها حلو. بصوا ندوس عليها حلو قوي كده، ونسوي الاطراف وندخلها الفرن. هتطلع بقى. بصوا حطيت لها كمان شويه سمنه على الوش، كان المفروض اسيحها بس بصراحه المغرب كان اذن فحطيتها بقى زي ما هي كده وحطيتها في الفرن. وقلت خلاص السمنه تسيح من السخونيه بتاعه الفرن يعني. قلت عبال ما نفطر بقى تكون استوت. ده يا حبيبي الفطار اهو كان جاهز خلاص. قطعت بقى الجلاش زي ما انتم شايفين كده، وحطيت مخلل بقى جنب الاكل. واللحمه بعد ما استوت شوحتها كده بمعلقه سمنه وشويه ملح وفلفل اسود، وكان طعمها تحفه. والمحشي بقى القمر بتاعنا، وعملت كمان معاهم لسان عصفور. كده خلاص حبيبي كنا فطرنا. انا طبعا حاطاها في الفرن واحنا بنفطر. فطرنا وجيت بقى شفتها كانت خلاص احمرت. سقيتها بالشربات ورحت قلبها على طول وهي سخنه، لان لو سبتها تبرد في الصينيه هتلزق في الصينيه وهتدوخكم. انتوا سقال شربات وقلبوها بقى في اي طبق. انا قلبتها في الطبق ده كده اللي هو بتاع التورته يعني الحافظه بتاعه التورته والحاجات دي. قلبتها فيها. وده كريم شانتيه عادي خالص اللي هو دريم. ضربته بشويه لبن بس كده. وابتدي بقى احط الكريم شانتيه كده عليها وافردها بقى حلو بالمعلقه. وهنحط عليها من فوق ايه بقى كمبوت خوخ. بجد كان طعمها تحفه والله ما قعدت. يعني ما شاء الله كانت حلوه قوي، ما باتش منها. بصوا حته كده فسفوسه. بنقطعها بقى زي البيتزا كده مثلثات كده حلوه قوي. بصوا الكريم شانتيه بالمعلقه نديله اشكال عشوائيه كده، مش عايزين نظبطه يعني ولا حاجه، لا اشكال عشوائيه كده. ونبتدي نرص بقى فوقيه كمبوت الخوخ. ده كمبوت خوخ، الكمبوت العادي ده. ممكن كمبوت خوخ، ممكن لو عايزين كمبوت اناناس. طبعا الشرايح بتاعته تبقى تخينه، تمسكوها تقطعوها مثلا كده من النص، وقطعوها بقى شرايح كده وحطوها عليها. ومانجا، ممكن مانجا. يعني بصوا اعملوها باللي انتوا عايزينه، بس انا بصراحه بحب اعملها بكمبوت الخوخ. نرص بقى الكمبوت كده زي ما انتوا شايفين. وبس كده الكنافه بتاعنا القمر تكون جاهزه. عايزاكم بقى تكتبوا لي تعليقات حلوه كده زيكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك. خلاص كده يا حبايبي خلصتها. ايه رأيكم في شكلها بقى؟ شكلها قمر وطعمها كمان قمر. هقطع لكم منها قطعة كده واوريكم شكلها من جوه.
الكنافة مقرمشة بقى بتبقى حلوة قوي بصراحة. انا بحب الكنافة مقرمشة، مش بحبها طرية. الكنافة بتبقى مقرمشة بقى مع الكريم شانتيه مع الكمبوت، بصوا تحفة. استناكوا بقى تجربوها. اهو شايفين يا حبايبي، والكنافة بقى واخدة لون ذهبي حلو كده. بس كده الفيديو بتاعنا يا حبايبي يكون خلص. اتمنى ان هو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وحطوا لي بقى ايه، اكتبوا لي تعليق كده حلو زيكم. مع السلامه.